كان يا مكان في واحد زمان قديم قصة ديال بطل ماشي بحال الأبطال. أهلا بكم في هذه الحكاية الجديدة. بطلنا اليوم ما استعملش السيف ولا درع باش يغير العالم، ولكن استعمل حاجة أقوى بزاف. استعمل عقله وقلبه والشجاعة ديالو. يلا جلسوا وقربوا وتخيلوا معايا تفاصيل هذه المغامرة الكبيرة اللي كلها معجزات ودروس. دابا السؤال اللي كيطرح راسو، كيفاش يقدر الشاب بوحدو يغير العالم كامل؟ باش نفهموا هادشي بغيتكم تسافروا معايا بخيالكم لواحد العالم قديم ومظلم، عالم فين الناس كانوا كيعبدوا حجارة صامتة، تماثيل ما كتحرك ما كتهضر. وسط هاد الظلام كامل بان غير واحد دري صغير اللي قرر يخدم عقله ويقلب على الحقيقة. محطتنا الأولى في هذه القصة رحلة البحث عن الحقيقة، وكيفاش فاق هذا العقل النير. الحكاية ديالنا كتبدا في واحد المدينة قديمة سميتها أور. تما كان العم ديال بطلنا إبراهيم اللي سميتو آزر، خدمته هي ينحت أصنام وتماثيل من الحجر، والناس بكل بساطة كيجيو يعبدوها. إبراهيم واخا كان غير طفل صغير كان كيشوف هادشي وكيستغرب. ملي كبر الأسئلة ديالو كبرات معاه، كان كيوقف بالليل يشوف هذيك السما الكبيرة ونجوم المضوية وكيسول راسو شكون اللي خلق هاد السما العظيمة وكلشي اللي فيها. إبراهيم رفض يكون بحال القوم ديالو وقرر يستعمل التفكير النقدي والعقل اللي عطاه سيدي ربي باش يلقى الخالق الحقيقي. تخيلوا معايا في واحد الليلة شاف نجم كيضوي في السما، قال مع راسو يمكن هذا ربي. ولكن ملي طلع النهار وغاب النجم قال لا، أنا ما كنحبش الحوايج اللي كيغيبوا ويمشيو. الليلة اللي موراها شاف القمر كبير ومضوي، عجبو المنظر، ولكن حتى هو غاب. وفي النهار شاف الشمس مضوية ودافية أكبر منهم كاملين، ولكن حتى هي ملي جا الليل غابت. في هذه اللحظة بالذات إبراهيم وصل لواحد اليقين قاطع، الخالق العظيم ديال هذا الكون مستحيل يغيب. أيوه هنا الفرق ولا واضح وضوح الشمس. من جهة كنشوفوا أصنام صامتة منحوتة من الحجر، لا كتسمع لا كتهضر ولا كتقدر تدافع حتى على راسها. ومن جهة أخرى كاين الخالق الحقيقي، الخالق اللي ديما حاضر عمره ما كيغيب، وهو اللي كيسير هذا الكون كامل بدقة عجيبة. إبراهيم بكل شجاعة اختار الخالق وقرر يواجه القوم ديالو. وقبل ما نكملوا هاد المغامرة خصنا نوقفوا عند واحد درس عظيم. العقل ديالنا، هذاك العقل اللي عندنا راه أكبر نعمة عطاها لنا الله باش نفهموا العالم. الذكاء الحقيقي راه ماشي هو نقبلوا أي حاجة كنشوفوها ونقولوا صافي، لا، الذكاء هو نطرحوا الأسئلة ونقلبوا على الحقيقة تماما كيف ما دار سيدنا إبراهيم. وندوز دابا لمحطتنا الثانية، الشجاعة أمام النار والوقوف المطلق ضد الجهل. جا نهار العيد الكبير ديال المدينة، كل شي خرج يحتفل برا، والمدينة خوات بصفة نهائية، سكات تام. تخيلوا معايا هاد المشهد، إبراهيم كيدخل للمعبد المظلم والبارد وهز في يدو فأس ثقيل. طراخ طراخ صوت الفأس كيتردد في المعبد، والأصنام كيطيحوا ويتكسروا واحد مورا الآخر، حتى ولا المكان كامل غير غبار وطروفة ديال الحجر. خلى غير الصنم الكبير بوحدو، علق ليه الفأس في عنقه وخرج بهدوء تام. يا سلام على شجاعة. ملي رجعوا الناس الصدمة، لقاو آلهتهم كاملة مهرسة. عرفوا باللي إبراهيم هو اللي دارها وداوه نيشان عند الملك المتجبر النمرود. النمرود اللي كان معروف بالتكبر ديالو غضب بزاف وصرخ بأعلى صوته: يلا كنتي بصح كتعيط آلهة قادر، غنشوفوا واش غينقذك من النار ديالي. وعطى الأمر ديالو باش يوجدوا أكبر وأخطر نار تقدر تشوفها عين البشر. جابوا إبراهيم ولاحوه وسط ديك النار الكبيرة، الناس كاملين كيشوفوا مخلوعين ومرعوبين من الحرارة. ولكن هناك تدخل المعجزة الإلهية العظيمة. سيدي ربي قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فديك اللحظة ديك الحرارة المرعبة تحولت في البلاصة لنسيم بارد وزوين، وبقى سيدنا إبراهيم جالس وسطها بسلام وطمأنينة. الناس بقاو مبهوتين ما مصدقينش عينيهم. وهذا الشيء كيعطينا الدرس الثاني في هذه القصة: الشجاعة الحقيقية هي توقف وتقول الحق واخا تكون بوحدك ضد العالم كامل. ملي كتكون مع الحق كون متأكد باللي سيدي ربي كيكون معاك وكيحميك كيف محمح سيدنا إبراهيم من أعظم نار. المحطة الثالثة في هذه الحكاية: اليقين في الصحراء، قفزة من الإيمان المطلق. من بعد ما نجا من النار إبراهيم كان مضطر يغادر البلاد ديالو، حيث القوم ديالو بقاو متكبرين وما بغاوش يامنوا. هنا بدات رحلات عظيمة باش ينشر رسالة التوحيد.
من مدينة أور مشى لأرض الشام الخضراء في نشر الدعوة لسنوات طويلة، ومن بعد جات أصعب رحلة لأرض الحجاز القاحلة وادي مكة. تم جاء الأمر الإلهي باش يخلي مراته هاجر وولده الرضيع إسماعيل فديك الصحراء الخاوية، صحراء ما فيها لا ماء لا ماكلة لا حتى شي حد. هنا كيبدا كفاح السيدة هاجر، وهاد الكفاح فيه معجزة كبيرة. أول حاجة، ملي عرفت باللي الله هو اللي أمر إبراهيم يخليهم تما، قالت بكل يقين وقوة: إذن لن يضيعنا الله. الخطوة الثانية، ملي بدا الرضيع كيبكي بالعطش، ناضت كتجري وتجري وتعاود بين جبل الصفا والمروة، كتقلب على أي قطرة ديال الماء. والخطوة الثالثة، المعجزة، ماء زمزم البارد والصافي كينفجر من تحت رجلين الرضيع إسماعيل باش يرويهم ويروي العالم كامل من بعدهم. هذا الموقف العظيم كيعلمنا الدرس الثالث: الله سبحانه وتعالى ديما معانا، وعمره ما كيتخلى على الإنسان اللي كيتيق فيه وكيخدم الأسباب. فاش كتظلم الدنيا وكتولي تبان لينا بحال شي صحراء قاحلة، رحمة الله كتجي من البلاصة اللي ما عمرنا كنا كنتوقعوها. وصلنا دابا للمحطة الرابعة، أعظم اختبار وتضحية، رؤية هزت قلب الأب. دازت سنين بسرعة وإسماعيل كبر ولا الشاب قوي وصالح. سيدنا إبراهيم كان كيطير بالفرحة ملي كيشوفه، ولكن جاء أعظم وأصعب امتحان ممكن يمر به شي أب في التاريخ. وهنا بغيتكم تفكروا معايا في هذا السؤال العميق: شنو ممكن ديروا إلا طلب منكم تضحيوا بأغلى وأعز حاجة عندكم في الحياة؟ إبراهيم شاف في المنام ديالو، ومنام الأنبياء راه حق، شاف باللي كيضحي بولده الوحيد إسماعيل. تخيلوا معايا شحال ديال الحزن والثقل كان في قلب هذا الأب الحنين في هذيك اللحظة. ولكن الطاعة اللي شفناها في هذا الامتحان كانت خيالية. إبراهيم طاع أمر الله وخا قلبه كيتقطع بالوجع، وإسماعيل داك الشاب الشجاع تقبل الأمر بكل هدوء وثبات، وقال باه: يا أبتي افعل ما تؤمر. ملي سلموا أمرهم الله بجوج وبغاو ينفذوا، جات المعجزة العظيمة من الفوق. سيدي ربي فدا إسماعيل بكبش عظيم نزل من السماء. وهذا الشيء تماما هو السبب علاش كنحتفلوا حنا كاملين اليوم بعيد الأضحى. الدرس الرابع والمهم بزاف اللي كناخده من هذه التضحية هو أن الإيمان الحقيقي، الإيمان الخالص، هو تكون عندنا ثقة مطلقة في أوامر الله، وخاصنا نكونوا متأكدين بأنه الامتحانات ديال الله الهدف ديالها هو ترفع من درجاتنا ومقامنا، مش باش تأذينا أو تعذبنا أبداً. وهكا كنوصلوا للمحطة الخامسة والأخيرة، بناء الكعبة المشرفة، إرث للإنسانية جمعاء. من بعد هذا الامتحان العظيم، إبراهيم كيرجع لمكة باش يدير واحد المهمة جليلة اللي غادي تغير التاريخ. الأب كيجيب الحجر الثقيل والابن كيحطه بعناية وبداو كيبنيو. إبراهيم كان كيوقف على واحد الحجر باش يقدر يوصل ويبني الفوق، وهذاك الحجر هو اللي كنعرفوه اليوم بمقام إبراهيم. ملي كملوا البناء، وقف إبراهيم ونادى الناس كاملين للحج، والصوت ديالو بقوة الله سبحانه وتعالى وصل للعالم كامل وغيبقى يتردد في كل زمان. وبما أن الله سبحانه وتعالى كيكافئ ديما عباده الصالحين، الملائكة جاو في واحد زيارة مفاجأة لعند إبراهيم وزوجته سارة اللي كانوا كبروا بزاف في العمر. جابولو ليهم بشارة زوينة بزاف، غادي يتزاد لهم ولد آخر، إسحاق، نبي جديد اللي غادي يكمل مسيرة التوحيد في أرض الشام. يا لها من فرحة! دازت السنين وسيدنا إبراهيم عاش حياة طويلة كلها دعوة وإيمان وعمل صالح. فيماته الأخيرة جمع أولاده إسماعيل وإسحاق وأعطاهم أعظم وصية يقدر يعطيها أب لأولاده. طلب منهم يبقوا شادين في دين التوحيد وما يموتوا إلا وهم مسلمين ومستسلمين لله باش يهزوا الأمانة من بعده. وهكا يا أحبابي كتسالي هاد القصة العظيمة، ولكن كتخلي لنا واحد سؤال مهم بزاف: شنو هو الأثر الزوين اللي غادي نبنيوه ونخليوه للعالم من بعدنا؟ كنتمنى هاد الحكاية تكون عطاتنا إلهام كاملين باش نخدموا عقولنا وتكون عندنا شجاعة وثقة كبيرة في الله في حياتنا اليومية. شكرا لكم بزاف حيت تبعتوا معايا، ونتلاقاو في قصة وموضوع جديد إن شاء الله.